شركه الهند للمبيدات الحيويه والضدات الجديده. تم فصلهم نتيجه ان هم بيطالبوا مرتبات واجورهم اللي اشتغلوا بها بقالهم 4 شهور. من شهر 4 لسه ما قبضوش اي مرتبات خالص ولا اجورهم. الشركه وصلنا لاتفاق من يومين مع الاستاذ مدير القطاع العام الاستاذ رزق مع السيد سكرتير عام المحافظه هنا، وارغموا العمال، والعمال وافقت على الاتفاقيه اللي فرضوها عليهم، والناس وافقت على الاتفاقيه. رحنا الشركه لقينا صاحب الشركه فصل الناس دي كلها. اتصلنا بالاستاذ رزق تاني قال لنا صاحب الشركه بيقول ان انتم مالكوش فيه حقوق واعملوا اللي انتم عايزينه، ومش اي حد بيستجيب لاي حاجه. الناس دي من 6 شهور او 7 شهور بيسلكوا كل الطرق عشان ياخدوا حقوقهم، مفيش اي استجابه لاي مطالب ومفيش اي تحقيق لاي رغبات لهم. احنا بنناشد السيد الدكتور محمد مرسي يوصل يتقدم بطلب للسيد محافظ دمياط انه يحل مشكله العمال ديت. قاعدين تحت المحافظه ليه دلوقتي قبل الفطار؟ وقاعدين تحت المحافظه دلوقتي في اعتصام مفتوح حتى حل مشاكل هؤلاء العمال. الاول بنعتصم وبعد كده اضراب 3 ايام واحنا في الصيام، وبعد كده لو ما تمش تمس رغبتنا احنا بنقول ان احنا هنضرب ونعتصم، وبعد كده هيبقى في جواب تاني. الاجراءات الثانيه اللي هو يقول عليها الانتحار المجمع، احنا هنرمي نفسنا كلنا في واحد، هنرمي نفسنا كلنا في جو واحد. غلطات ربنا في الشركه، ربنا في الشركه. صاحب الشركه عبد الرحمن السراحي، صاحب الشركه عبد الرحمن السراحي شريك يوسف ولي في قضايا المبيدات المسرطنه، وشريك يوسف عبد الرحمن، وشريك رد الشامي في قضيه المبيدات المسرطنه قبل كده. وصلنا للدكتور محمد رضا اسماعيل وزير الزراعه لحل في 500 طن مبيد ممنوعين وداخلين باسماء مختلفه. قالوا لنا في الوزاره ان مستشارين الوزير نفسهم بياخدوا مرتباتهم من عبد الرحمن السراحي مباشره. مستشارين وزير الزراعه بياخدوا مرتباتهم من عبد الرحمن السراحي مباشره، صاحب شركه الهند للمبيدات والكيماويات. لجنه في وزاره الزراعه بتاخد عينه من عندنا غير مطابقه المواصفات، يعني بياخد عينه. في لجنه من وزاره الزراعه بتيجي معاه مهندس اسمه حسن اسمه البنا، بيجي ياخد عينه للوزاره خلاف العينه اللي بتنزل في السوق. يعني العينه بتنزل في السوق بمطابقه المواصفات اللي بتنزل في وزاره المواصفات اللي بتنزل في السوق غير مطابقه المواصفات. تؤدي الى امراض وتؤدي الى سرطانات ومشاكل وكلام من ده. في كمان منتجات بتبقى منتهيه الصلاحيه، بتبقى من 2006 تمام؟ 2000 و2003. شركه الهند للمبيدات والكيماويات فيها 200 طن مبيد كرسي مملوء. المنتجات المنتهيه الصلاحيه ديت بيتم تغيير الليبل بتاعها بتاريخ صلاحيه جديد، وبعدين بتنزل بقى بعد كده بتنزل في قلب السوق. وفي حاجات مش مظبوطه كمان في قلب السوق. وبعدين في شغل بيجي من بره غير اللي بتبقى كتابه على اشكال من بره، غير الماده اللي هي بتبقى جوه. كل الشغل بيجي بنفس الطريقه دي، بيبقى الكتابه نوع والحاجات اللي جوه نوع تاني ومحدش قادر. ومظبط الجمارك والاستثمار والتامينات كله مظبط الكل كله مظبط. انا مظبط الناس كلها. في عينات في اللحم، في عينات تزويد ميزانيات، وفي عينات بتاخد من الشغل كمان. المسؤولين بياخدوا معانا رجعوا احنا عايزين حاجه نرجع الشغل. حضرتك يا رجعنا الشغل يا اما ادينا مساحتنا ونمشي خلاص. مش عايزين حاجه. احنا كلنا عمال من الغربيه ما حدش